قوشين ديلو خروما ومعليو دخيو إيتو زهيو إيتو قاديشو إيث نقوم اقدم ذبحو ديلو قاديشو وانقارب لغ ذبح مليلة وروحونو يبهيمانوثو دشرورو هوشو وابخل الزبان والعالم علمين. إخوتنا وأحباءنا صلوا لأجلنا. يتعير مريا خدمك والغرى والروح قديشو العالم وذاب العالم والبدم
سبحان الاب والابر والروح القديس من عالم وعذاب العالم والمين آمين. من قبر بتشبهته وبيت الصلوب وتلقين البيت عليه ورمعيكم خرته أنا يوم النوح الله شي حقا من بيت ميثان طاعنا من اخنا طارق نسو حاولي ارحد البرحوم دور قاسي حاون إزال بصري أدو حاول يقاوي بجنسو Oh,
قام المسيح قام المسيح قام المسيح شبح زادي بالأمر يوم على عطران بسمم نهوى دخرانا لبث شبحال بول برو والروح قديشو على عطر بسمم نهوى دخرانا ملفان وخانم كين وزاديق قابل مربح نونخ الفرمد عبديك وثراب عطرة كونيك وتنيح تشمشت الساغو ذيك وعبد بيد اخرون طاب اليال التقوى القديشيك وانيح العاني ذمها يمني دشخب على السبرو برمشي حد ميسد غيث ومشتابع عم ابويا وروح قديشو وشوف خل زبان والعالم علمين آمين سغثتو لابو حنونو آمين سغثتو لابرم رحمانو آمين سغثتو قديشو محيونم مريم ديل الثوخ يوحنا دام ذوخ لون في سن حلوفين وافرح مالين
موران عنين وراح يا معلان شبحولك موران شبحولك موران شبحولك سبران العلا أبون بشمايو نثقادش شموخ تيث ملكوتو نهوى صبيانو أي كانت بشمايو برام شبحول والابر والروح قديشهم وعليهم حين وحاطوا لربي وحدود اشتفوا بثري العلم العلمين اذكر يا رب شعبك بالسلام وامنح الأمانة لرعيتك ومتعنا بالسلام وأهلنا للانتهاء الأمين والخروج بالسلام ومجازاة السلام في عالم السلام مع جميع صانعي السلام لنمجدك إلى أبد الآبدين بارخ ما شبحال والابر والروح قديشهم ومن قالوا اذكر يا لايسو تجبعت توديثا وهدرم قولا صار مرامة طبط لبطيل أمين إذا بخل زبان وبخل عيدو نشتوي الناسم لذلك الواهب السلام الإلهي الذي بتنازله أمن الأرض وبظهوره أنذر سكانها بالسلام وبصليبه ثغر سياج العداوة وبقيامته صالح العلوين مع السفلين وبشر بالسلام البعيدين والقريبين وحيا تلاميذه بالسلام واستودعه لهم لينذروا به في كل النواحي والأقطار كافة الذي يليق له المجد والإكرام في كل زمان ومكان وإلى أبد الآبدين برخمار أيها المسيح إلهنا قوة الله الآب وحكمته الأزلية الذي به تأمن السماويون والأرضيون الذي أرسل السلام إلى مريم البتول مع جبرائيل رئيس الملائكة حين تجسده أنت الذي أرسل الملائكة إلى الرعاة وأعلن لهم الأمان الذي صار على الأرض في مولده أنت الذي زجر طموح البحر الثائر على سفينة تلاميذه وبسلام يزال الخوف من قلوبهم أنت الذي منح السلام لتلاميذه لما كانوا مكتئبين في العلية ومختفين خوفا من اليهود وشجعتهم بسلام في مثل هذا اليوم
إذ أظهر لهم جراحاته وثبتهم في الإيمان به. فارتضي إذا يا رب أن تمنح الأمان لبيعتك المقدسة وسلامك الثابت لبنيها، وأجز عنهم الفتن والحروب والانشقاقات، واحفظ لبيعتك مواعيدك الإلهية، حتى أن أبواب الجحيم لا تقوى عليها. وأهل شعبك لأن يعطى السلام بعضهم بعضا بقبلة مقدسة إلهية، حتى إذا رأت الشعوب الغريبة أفعالهم الحسنة يعلمون أنهم الزرع الذي باركه الله. وامنحنا جميعا أن نعيد أعداد تدبيرك بالنقاوة والقداسة، ونستحق مع أمواتنا المؤمنين التمتع بذاك العيد الأبدي الذي لا تزول أفراحه، ونمجدك مع أبيك وروحك الحي القدوس إلى أبد الآبدين من بارخمو. من الانقابل حسيت حوبي وشبقان تحته دخران طاب العني ذم هيمن بطرين علم العالم علمين. محو وصدر
مزمر لطفقا وفايا إمام وليليا هاليلويا أو هاليلويا شيحاتك يوم تفرقا حصولا والعيدين أتو شين رعيونا درا وموعم قشين أتو عباد نخلو دنيا مولا حديث بنا يوم قديشا بشلوما قديشا دلانشو زيفاناي إعلان عفق شفياي صغيدة بو وبروحه حضلا شريرا له سرد بديته علاية عم تحتايه شلامافني وعم كولا زمان حتى شلما القراءة الأولى من مزامير داود النبي. بارك يا سيد. شبح المورد حكيمة وعلي الرحمة والعلمي. يقم الله فيتشتت أعداؤه ويهرب من وجهه مبغضوه، كما يتبدد الدخان تبددهم، وكما يذوب الشمع أمام النار أمام الله يهلك الأشرار. لكن الأبرار يفرحون وأمام الله يبتهجون ومن الفرح يطربون. أنشدوا لله واعزفوا لاسمي، مهدوا للراكب على الغمام. الرب اسمه فابتهجوا أمامه، أبو اليتامى ومنصف الأرامل هو الله في مقر قدسه.
الله يسكن الوحيد بيتا ويخرج الأسير إلى الرخاء، أما المتمردون ففي القحلاء يقيمون. اللهم حين خرجت قدام شعبك عندما دست القفار، رجفت الأرض وقطرت السماء من وجه الله إله سيناء إله إسرائيل. مطر هبات أنزلت يا الله، وميراثك المرهق شددت. أقامت فيه يا الله رعيتك، وقد أعددته للبائس بجودك. آمين. بارك مور. قراءة ثانية من مزامير داود النبي. بارك يا سيد. شبح المورد حكيمة وعلى الرحمة والعلمين. أنشدوا للرب نشيدا جديدا، فإنه صنع العجائب. الخلاص بيمينه بذراعيه القدوسة. كشف الرب خلاصه لعيون الأمم، كشف بره. ذكر رحمته وأمانته لبيت إسرائيل، فرأت جميع أقاصي الأرض خلاص إلهنا. اهتفوا للرب يا أهل الأرض جميعا، اندفعوا بالعزف والتهليل. اعزفوا للرب بالكنارة وصوت الترنيم. اهتفوا بالأبواق وصوت الصور أمام الرب الملك. ليهدر البحر وما فيه، والدنيا وسكانها. لتصفق الأنهار ولتهلل الجبال جميعا أمام ربي، فإنه أقبل ليدين الأرض، يدين الدنيا بالعدل والشعوب بالاستقامة. آمين. بارك مور. قراءة ثالثة من قصص الرسل الأطهار. بارك مور. شبح المورد شليحة وعلى الرحمة والعلمين. يا أيها الرجال إخوتنا بني جنس إبراهيم والذين فيكم يتقون الله، إليكم أرسلت كلمة هذا الخلاص، لأن السكان بأورشليم ورؤساءهم لم يعرفوا ذلك. وأقوال الأنبياء التي تقرأ في كل سبت تمموها إذ قضوا عليه. وحيث لم يجدوا علة واحدة للموت، طلبوا من بيلاطس أن يقتل. ولما كملوا كل شيء مكتوب عنه، أنزلوه من على الخشبة وجعلوه في قبر. ولكن الله أقامه من بين الأموات، وظهر أياما كثيرة للذين صعدوا معه من الجليل إلى أورشليم، وهم شهود الآن عند الشعب. ونحن نبشركم بالوعد الذي كان لآبائنا، أن هذا قد أتمه الله لنا نحن أولادهم، إذا قام يسوع كما هو مكتوب في المزمور الثاني: أنت ابني وأنا اليوم ولدتك. وأما بأنه أقامه من بين الأموات بحيث لا يعود أيضا إلى الفساد، فهكذا قال: إني أعطيكم أقداس داود الصادقة. ومن أجل هذا قال أيضا في موضع آخر: لن تترك صفيك أن يرى فسادا. لأن داود بعدما خدم جيله بمسرة الله
توفي وانضم إلى آبائه ورأى الفساد. فأما الذي أقامه الله فلم يرى فسادا. فليكن معلوما عندكم أيها الرجال الإخوة أنه بهذا ينادى لكم بمغفرة الخطايا، ومن كل ما لم تقدروا أن تتبرروا منه بناموس موسى بهذا يتبرر كل من يؤمن. بارخ مور. قراءة رابعة من رسالة القديس بولس الرسول إلى أهل روميا. بارك يا سيد. شبح المرد شليحي وعلي الرحمة والعلمي. يا إخوتي، لأن الذين هم حسب الجسد بذوات الجسد يهتمون، وأما الذين هم حسب الروح فبذوات الروح، لأن فطنة الجسد هي موت، وأما فطنة الروح فهي حياة وسلام. لأن فطنة الجسد هي عداوة لله، لأنها ليست خاضعة لناموس الله إذ لا تستطيع. فالذين هم في الجسد لا يستطيعون أن يرضوا الله، وأما أنتم فلستم في الجسد بل في الروح، إن كان روح الله حالا فيكم. ولكن من لم فيه روح المسيح فذلك ليس من حزبه. وإن كان المسيح فيكم فالجسد ميت بسبب الخطيئة، فأما الروح فحي بسبب التبرير. وإن كان الروح الذي أقام يسوع من بين الأموات حالا فيكم فذلك الذي أقام يسوع المسيح من بين الأموات سيحيي أجسادكم المائتة أيضا من أجل روحه الحال فيكم. بارخ مور. لربنا المجد وعلينا مراحمه إلى الأبد. أرخمر دوم الخلخون. السلام أستودعكم، سلامي خاصة أعطيكم، لست أعطيكم كما يعطي العالم. لا تقلق قلوبكم ولا تجزع. قد سمعتم أنني قلت لكم إنني ماض ثم آتي إليكم. لو كنتم تحبونني لكنتم تفرحون بمضي إلى الآب، لأن الآب أعظم مني. والآن قد قلت لكم قبل أن يكون، حتى تؤمنوا إذا كان. لا أكلمكم أيضا كلاما كثيرا، لأن رئيس هذا العالم يأتي وليس له في شيء، ولكن ليعلم العالم أنني أحب الآب، وكما أوصاني الآب كذلك أفعل.
قوموا ننطلق من ها هنا بارخمار. والأمن والسلام لجميعكم. عبيد موران وآلوهان أشولان مريو آلوهان من بوثار شلومو قادي شودي فيه بغضم مريم رحمن وريشي نركن غضمايك مريو آلوهان. أخوتنا الأحباء تبادلوا السلام.